السلام عليكم، أهلا بكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. في الفيديو ده هنتكلم عن الحقيقة الكاملة لأسعار الرز الشعير في السوق المصري دلوقتي، وهنكتشف مع بعض ليه في عرض كبير جدا من الرز الشعير القديم والجديد داخل زي السيل وهيقلب السوق كله. هتعرف ليه التخزين السنة دي خسارة مؤكدة، وازاي تشتري وتبيع صح من غير ما تتعور. الفيديو موجه للفلاحين وأصحاب المضارب وتجار الرز الأبيض، وكل واحد شغال في السوق عايز يحافظ على رأس ماله وعلى مكسبه. كل موسم بنشوف نفس الفيلم بيتعاد: تسخين السوق، شوية أخبار يمين وشمال وشوية محتكرين عاملين فيها أبطال، وفي الآخر نلاقي كميات رز داخلة تخلي الأسعار تغرق زي الموج، والنتيجة ناس تكسب وناس تتكسر. السنة دي الموضوع مختلف شوية، لأن ما عندناش موسم رز واحد، ده احنا عندنا أكتر من موسم في موسم واحد. قديم لسه عند المخزنين، وجديد داخل زي السيل، ومساحات مزروعة ضعف السنة اللي فاتت. أنا بقول الكلام ده مش تخويف، ده تنبيه وتحذير، وكل كلمة هقولها النهاردة هتتكتب في السوق قريب قوي. ركز معايا للنهاية وهتفهم إزاي تنقذ نفسك من الغرق. ليه السوق مولع دلوقتي؟ في بداية كل موسم نفس اللعبة بتتكرر: شوية ناس تسخن السوق، شوية تجار يشتروا بأسعار عالية على أمل يبيعوا أغلى، وناس تانية تقولك ما نخزن شوية رز الموسم الجاي يكسب. بس الحقيقة إن السنة دي اللعبة مش هتمشي زي السنين اللي فاتت، لأن في رز قديم مكفي البلد تقريبا كده ل4 شهور قدام. رز جديد مزروع ضعف السنة اللي فاتت، والمحصول جبار. يعني ايه؟ يعني العرض هيغرق السوق، والأسعار مش هتقدر تثبت على العالي مهما الناس حاولت. المخزنين دول هم العدو الأول للفلاح اللي بيخرب السوق، مش المضرب ولا حتى التاجر اللي بيشتري ويبيع. العدو الحقيقي هو المخزن اللي فاكر انه ماسك السوق في ايده. كل سنة نفس الغلطة، وكل سنة نفس النهاية: بضاعة واقفة، فلوس محبوسة، وسوس في الرز. السنة دي بقى الطوفان أكبر، واللي هيخزن هيخسر خسارة عمره. هديك أمثلة: السنة اللي فاتت في نفس التوقيت كده ناس خزنت وهي فاكرة السعر هيطلع، وفي الآخر الأسعار نزلت حوالي من 2000 ل 2500 جنيه في أقل من أسبوعين، والتجار قعدوا يجروا ورا بعض عشان يبيعوا البضاعة اللي عندهم حتى لو بخسارة. الرز السنة دي احنا مش داخلين على موسم واحد، احنا داخلين على أكتر من موسم. خد عندك كده رز قديم عند المخزنين اللي هينزل السوق زي المطر. عندنا رز هيتم حصاده بدري في بدايات شهر 8، وعندنا رز هيتم حصاده في شهر 9، وفي برضه رز هيتم حصاده في شهر 10، والرز الزراعات المتأخرة اللي هيتم حصاده في 11 و12. يعني طول الوقت في عرض من الرز الشعير، وطول الوقت في نزول. اللي هيتسرع ويشتري غالي هيزعل جامد. أسعار الرز النهاردة: الرز عندنا رز جديد ورز قديم. الرز الجديد النهاردة الرفيع من 13600 جنيه ل 13800 جنيه وصال للمضرب. أما الرز الشعير الرفيع القديم وصال للمضرب بيتراوح سعر الطن من 13800 جنيه ل 14000 جنيه. طبعا مع زيادة المعروض الأيام اللي جاية احتمال كبير جدا السعر يريح عن كده ويوصل ل 13000 وأقل. بالنسبة لأسعار رز الشعير العريض والصال للمضرب الجديد بيتراوح سعر الطن من 16000 جنيه ل 16200 جنيه. أما سعر الرز الشعير العريض القديم بيتراوح سعر الطن من 16800 جنيه ل 17000 جنيه. طبعا مع زيادة المعروض الأسعار هتنزل عن كده كمان، وممكن توصل ل 15000 جنيه.
الأسعار بتختلف من مكان للتاني ومن تاجر لآخر على حسب جودة البضاعة وطريقة السداد، كاش ولا آجل. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض النهاردة مرتبط ارتباط وثيق بالمبادرة اللي قام بها رئيس مجلس الوزراء، اللي لاحظ إن في ضغط كبير على السوق والمواطنين في نفس الوقت، والأسعار بقت مش ثابتة، والسلع الأساسية اللي المفروض متاحة لكل الناس بدأت تبقى حلم بالنسبة لبعض الناس. وده مش بس بسبب ظروف داخلية، لكن كمان بسبب عوامل تانية زي التضخم وسعر الدولار وتكاليف الاستيراد وحاجات كتيرة بتأثر على الاقتصاد كله. عمل اجتماع مع كبار المنتجين اللي هم بيديروا السوق بنسبة كبيرة، أي حركة منهم بتأثر على باقي السوق وعلى المستهلك في الآخر. لما الحكومة والقطاع الخاص يقعدوا على طاولة واحدة ويحطوا خطة، ده معناه إن في نية حقيقية لتغيير الوضع. المبادرة دي مش مجرد قرار حكومي بيطلع فيه بيان صحفي، لأ دي خطة فيها كذا محور. تحديد أسعار السلع، وده اللي يهمنا. زي الرز مثلا هيحددوا سعره وهيوصلوه ل20 جنيه للكيلو. تخيل بقى المضرب هيبيع بكام وهيستلم الرز الشعير بكام. دي اللي احنا بنتكلم عليه، إن الفترة اللي جاية هيبقى فيه انخفاض في الأسعار، ضغط من الحكومة بالإضافة إلى عرض كبير من الرز الشعير موجود في السوق. الرز الأبيض النهاردة متوسط سعر الطن من أرض المضرب الرفيع بيتراوح من 21,300 جنيه ل21,500 جنيه. أما الرز العريض بيتراوح سعر الطن من 25,300 جنيه ل25,500 جنيه. أما بالنسبة لأسعار مخلفات الرز، السرس المطحون النهاردة 1500 جنيه سعر الكونة، كأقصى سعر ليها 13,500، وكسر الرز الناعم 13,500 جنيه للطن. أنا عارف إن كلامي تقيل على بعض الناس ومش هيعجبهم، خصوصا اللي شايل رز في المخازن دلوقتي، بس أنا مش جاي أجاملك ولا أزعلك، أنا جاي أنبهك. السوق السنة دي شكله مختلف، والموجة اللي جاية هتنظف أي طمع أو أي تخزين. خد الكلام ده كأنه رسالة مني من المستقبل. بيع النهاردة وخد على قدك بس، وخليك فاكر إن السوق دايما بيعلم، بس اللي مش بيتعلم بيتكسر. اوعى تنسى الجملة دي، اللي هيتهور السنة دي هيتعور جامد. احنا كده المفروض وصلنا لنهاية حلقتنا، واتمنى ان هي تكون نالت على اعجابكم ورضاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.